السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا صحة وافضل حال. احنا بقى النهارده هنعمل كشري كده مصري. عملت 3 بصلات كده، طبعا بنعمله بزيت ذرة او اي زيت طبعا ابيض فاتح نضيف. الكشري بيتعمل بزيت ما بيتعملش بسمنه. حطيت هنا ميه عشان هسلق طبعا المكرونه كلها. جهزتها هنا 3 انواع من المكرونه الكميه اللي تحبيها. تمام. مغطيه بقى على عقبال ما اضرب الطماطم اهي. معايا الطماطم هنا، هنقي منها طبعا اللي هي الحمراء، هضربها في الخلاط ونرجع مع بعض تاني. هنعمل الكشري كده بطريقة سهلة، نسلق المكرونة كده مع بعضها. انقي الطرية شوية واسيب الجامدة، والله المستعان. يلا بينا. اهو غسلتهم كده كويس، ومعايا 3 قرون من الفلفل. هضربهم بقى هنا مطرح البصل عشان ايه ما يوسخش الخلاط. ده خلاص كده نقيت اللي انا عايزاه. دول بقى اللي انا هستخدمهم، حوالي 1.5 كيلو من الطماطم. هضربه ونرجع مع بعض تاني. اهو حبايب قلبي سقطت كده المكرونه هي بتتسلق، وهنا بقى البصله خلاص كده لونها حلو. اديها كده تقلبتين كمان واحط الطماطم كده لونها حلو. الطماطم اهي معايا عملتها، بسم الله. بعد بس التلاتين عشان كده ايه هنا بقى هنضيف شويه شطه وشويه فلفل اسود. شويه فلفل اسود، وانا حاطه طبعا كام قرن فلفل كده مع الطماطم ضربتهم. تمام. هسيبها بقى تتسبك ونبقى نرجع مع بعض. حبايبي الغاليين، خلصنا كده. ادي الصلصه، بصوا شكلها جميل جدا. بصوا بجد شكلها تحفه زي ما انتوا شايفين كده. وقلبت هنا المكرونه، حطيت شويه زيت سخنتهم. بعد كده بدات ابل ايدي كده بالميه وافرفر المكرونه وانزلها في الزيت، شويه الزيت عشان تبقى مفرفره. وهنا هحمر بطاطس دلوقتي في الزيت ده. وهنا بقى الرز اهو الجميل. عملت رز طبعا بشعريه، سايباه بقى يستوي. شكله جميل قوي كده، منغمقش الشعريه عشان ما تديش شكل كده مش حلو. بصوا شكلها حلو قوي ازاي. هنقل بقى الرز ده كده على عين تانية عشان احط هنا البطاطس تتحمر. معايا بطاطس حمرها. وهنا طبعا عملت اهو زي ما انتوا شايفين كده. عملت هنا الحمص كانوا عندي سلقتهم. وهنا طبعا العدس اهو. وهنا البطاطس اهي غسلتها، هصفيها بقى من الميه علشان احمرها. يلا اما اعمل بقى طبق تقديم كده اوريهولكوا في الاخر. اه حبايب قلبي، عملناه كده بالجمال ده. بحط طبعا المكرونه الاول، وبعد كده الرز، وبعد كده العدس، وبعد كده من فوق خالص ما عملتش بقى بصراحه بصل. حمرت كده بطاطس وعامله خيار مخلل كده جميل. عاملين كميه من الخيار المخلل، شايفين دي البراطيم عامله بالفلفل، وعامله برطمان كبير تاني، وعامله واحد تاني اهو. بجد الخيار بيبقى جميل جدا في البيت طول ما انا واقفه باكل خيار. اللي هم بس اللي هياكلوا مني واخوها، بحبكم في الله، في رعايه الله. مع السلامه.